ان انا فزت فرقه شابه. في حقيقه الامر يعني انا بحس ان المسرح السكندري محتاج يدعم بين الحين والاخر بمجموعه من الشباب الموهوب الواعد. بحس ان كل شويه فرقه بتخرج من عباءه فرقه، يتزايد عدد الممثلين ويتضاعف عدد المخرجين، وده بينبئنا بان المسرح السكندري بيمشي في طريقه الصحيح. رامي من الناس المبدعين في اسكندريه وبيحط رجله على الطريق الواضح الحقيقي في الاخراج المسرحي. شاهدت ممثلا من قبل واليوم بديله شهاده براءه الاخراج. بحيي رامي جدا. بقول ان هو عنده قدره على تدريب الممثلين تدريب شاق واكاديمي فعلا. والنهارده العرض اللي قبليه برضه كان عرض متميز من حيث في طاقه مبدعه من الممثلين السكندريين. عجبني جدا تعاون الناس على مستوى الاضاءه والديكور وتنفيذ المزيكا، وان كان الابداع الحقيقي في التمثيل مش في طبعا مع ضعف الامكانيات، فكان التركيز كله على الطاقه الادائيه البشريه وقد ابدعوا جميعا. بحييكم وبشكركم، بتمنى دايما ان المسرح السكندري يبقى في ازدهار على طول بهذه الطاقات الشابه السكندريه. هكلمك المخرج كبير قوي قوي وابونا الروحي وحبيبنا الاستاذ مجدي توفيق. السلام عليكم. بشكر رامي طبعا على التكريم ده، وبشكر باشا فرقه مصير كلها جنبي. بشكركم. بس انا لسه بعمل مسرحيات ما عجزتش يعني، ها مش على تكريم وبتاع والكلام ده، لا لسه بمثل وبعمل مسرحيات يعني. وبشكركم جدا طبعا. العرض الاولاني عرض جميل ومجهود مبذول عالي، والعرض الثاني ممثلين رائعين ومخرج شاطر برضه توظيفهم رغم قله الامكانيات، فاحنا شفنا عرضين ممتازين ومجهود يحترم. وبشكركم وان شاء الله اللي جاي احسن.